السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة، أخباركم إيه؟ في حاجة كده سريعا عايز أتكلم عنها، كان حد سألني فيها يعني فقلت أعمل بيها فيديو عشان كلنا نستفيد يعني. والحاجة دي هي الفرق بين المشتري والمستخدم. هو في فرق أصلا بين المشتري للشيء ومستخدمه؟ طبعا ده فرق كبير جدا. خلي بالك ان مش معنى انك هتشتري الشيء انك هتستخدمه، ولا معنى انك انت مستخدم الشيء يبقى انت اللي لازم تشتريه او تاخد قرار بالشراء، ولا معنى حتى انك انت هتشتريه انت اللي بتاخد قرار الشراء. يعني ايه؟ يعني خلينا نطلع من التوهان ده كله، لان في حاجتين رئيسيين. يعني في حاجه اسمها الباير بيرسونا، او اللي هو الشخصيه بتاعه المشتري او سلوك المشتري يعني، وفي حاجة اسمها اليوزر او الاند يوزر. ايه الفرق اللي بينهم؟ حضرتك على سبيل المثال، والكلام يبقى عملي افضل كتير جدا من ان انا اشرح لك نظري. حضرتك مثلا مثال على ان مش دايما اللي بيشتري بيستخدم الشيء هو اللي بيستخدمه. وليكن حضرتك كأب اللي بتشتري البامبرز بتاع ابنك. طب هو انت اللي بتشتريه وخدت قرار الشراء، بس حضرتك اللي بتستخدمه؟ لا، بالشر يعني، ابن حضرتك اللي بيستخدمه. طيب هو ابن حضرتك هنا اصلا كان له تأثير في الموضوع او طلب حاجة؟ ده بيبي صغير يعني، نام بيلعب، اللي هتجيبه له هتلبسه له خلاص. فحضرتك خدت قرار الشراء واشتريت، ولكن الاند يوزر هو ابن حضرتك. ده مثال. طب ما تيجي نشوف مثال تاني، وليكن البرسيل او اللي هو سوري المسحوب بتاع الغساله الاوتوماتيك مثلا او العاديه. هو مين بيشتري ومين بياخد قرار الشراء؟ حضرتك بتشتري وبتدفع الفلوس، سواء بقى اذا كان الكاش او غيره يعني. كلنا بنروح نشتري مسحوب في اول الشهر، بس غالبا اللي خد قرار الشراء او اللي هيستخدمه شخص تاني خالص، وهي ست البيت او المدام. وهنا ليه بقى؟ لان هي اللي عارفه وتقول لك هات لي المسحوق الفلاني لان ده بيبيض وده ما بيبيضش وده اصله افضل، وهاته لي جل او هاته لي باودر. ويمكن لو جيت تتكلم كمان تقول لك ايش فاهمك انت في الموضوع ده، لان انا استخدمت كذا الشهر اللي فات طلع وحش، واستخدمت كذا الشهر اللي قبله وطلع وحش. طب ما ده مثال تاني على ان مش دايما المستخدم هو. فلازم تبقى انت حتى كشركه في البي تو بي بزنس، يعني في البيع والشراء اللي هو البي تو بي اللي هو البيزنس تو بيزنس. يعني لو شركه بتبيع لشركه، يعني وليكن اي شركه بتبيع منتج لشركه كامله، الشركه اللي بتبيع للشركه دي انا هفترض انها بتبيع لها منتج للموظفين اللي عندها. يعني انا شركه مثلا وببيع قمصان وعامل ديل، انا تاي هاوس وعامل ديل مع شركه فلان، بقول لهم اشتروا من عندي قمصان للموظفين عندكم. قرار الشراء هنا اللي بينفذه او اللي هياخده هو مدير مشتريات الشركه اللي بتشتري. بس خلي بال حضرتك ان الاند يوزر هو الموظف اللي عنده هناك، هو اللي يلبس القميص، هو اللي عارف المقاس يبقى كام. هو طب انا عايز اتكلم في نقطه بقى مهمه جدا، بما اني فتحت الموضوع ده وبرضه يعني نقفل بيها الفيديو. خد بالك درجه التاثير في قرار الشراء من المستخدم بتختلف من حد للتاني. يعني انت لخبطتنا، يعني ايه الكلام ده؟ يعني من الاخر كده اللي هيستخدم احيانا يكون له تاثير على قرار الشراء، واحيانا يبقى زي عدم ما يكونلوش. يعني ايه؟ نرجع للبامبرز اللي حضرتك رحت تشتريه لابنك. هل ابنك ليه قرار للشراء؟ لا، ملوش. قراره من العدم، هنا مفيش اي قرار. ليه؟ لانه بيبي صغير، هو مش عارف. تجيب له بامبرز اوكي، جيب له مولفكس اوكي، ما تجيبلوش خالص اوكي، تلبسه قوافيل زي مش هقول لك لا، انت اللي تعبان مش هو، يعني هو مش فارق معاه. هنا هو معدوم القرار. طيب لما تيجي مثلا لزيت الاكل اللي الست هتطبخ بيه في البيت، او مسحوق الغسيل اللي هتغسل بيه هدومك وهدوم الولاد، لا، هنا صاحبة التأثير وتأثيرها قوي قوي هي الست، مش حد تاني. هي اللي ممكن تقول لك لا وتقعد تلعب في دماغك وتقول لك ده انت بالعكس ممكن تكون هتجيب حاجة لعيالك، وعيالك دول مثلا هنا قريبين من مامتهم، هي تلعب في دماغهم وتأثر عليه وتقول له اطلب من بابا يودينا كذا، اطلب من بابا يودينا كذا. دي ليه؟ لان هي صاحبة تأثير في النقطة دي.
فخلي بابا يشتري لنا مش عارف ايه افضل من كذا مثلا اللي هو بيجيبه. يبقى هنا التاثير قوي، يبقى من منعدم مثلا عند الطفل لتاثير قوي، ممكن يبقى تاثير متوسط جدا عند بعض الاشخاص اللي هم برضو بيستخدموا المنتج. الخلاصه ان في درجه تاثير مختلفه، ساعات تكون قويه وساعات تكون ضعيفه. انا كان كل غرضي في الفيديو ده اوضح لك ان في فرق دايما بين اليوزر بين الاند يوزر والباير، وحبيت اوضح لك الفرق ده. وبرضو اخر نقطه اقولها لك، طب انا ليه قلت لك القصه دي كلها؟ عشان لو انت شركه وعندك فريق بتاع تسويق او بيكتب المحتوى او بتعمل اعلانات، خد في اعتبارك الكلام ده. ليه يعني هاخد في اعتباري؟ ليه؟ عشان حضرتك وانت بتعمل اعلان بامبرز انت مش هتعمل حاجه اللي عيل الصغير ومش فاهم حاجه، انما انت محتاج تحط صوره بيبي بيضحك بعد ما غير البامبرز، عشان ابوه وامه يفهموا ان ده البامبرز ده نوعه حلو، ده الواد كان بيضحك بعد ما بعد ما عملوا الاعلان، يبقى احنا نروح نشتريه. انت مثلا عايز تعمل اعلان زيت اكل، خاطب بيه ست البيت اللي واقفه في المطبخ واعمل لها مش عارف ايه وانها تعبانه طول الوقت من الطبيخ، طب لو عملته اصل الراجل ولا فارق معاه بحاجه، انا قاعد فاهم انا ايه اصلا ايه زيت الاكل ده، انا مش فارق. فلازم انا بقول لك ده عشان تستهدف العميل صح، عشان تقدر تعمل استهداف صحيح للعميل. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.